واخيرا تم العثور على الاخ هشام عبوده. هشام عبوده، لان اللي ما كيعرفش هشام عبوده واحد المناضل جزائري. هذا المناضل الجزائري الاخوان والاخوات واللي كانت يعني ربما كان غيكون في حقه الاغتيال، وهذا الشيء اللي غادي نحاول ننشره معكم في هذه الحلقه. غادي تعرفوا على الحقيقه من الاول حتى الاخير. كتعرفوا بان الدوله ديال هوك فهما تقريبا وراء هذا الشيء كامل، غير فقط لان اللي باش نوضح للمغاربه داخل وخارج ارض الوطن، لانهم حاولوا حاولوا لانهم يجيبوا اشخاص من غير الجنسيه الجزائريه، لان اللي غيحاول يدير الاغتيال في حق يعني هشام عبوده اللي واحد صحفي معروف في الجزائر، واللي قاموا يعني بالاغتيال ديالو تقريبا مده ديال 48 ساعه وهو هربانين به واحد الناس واحد الجبل. ولكن تحياتي للمخابرات المغربيه، لا تجد ديالنا المغربيه غادي تعاون اسبانيا من اجل العثور على هذا الشخص. وبالفعل لان اخوتي المغاربه عثروا عليه في واحد الوقت اللي هو وجيز قصير، لان ربما هنا كتعرفوا بان اخوتي المغاربه المخابرات المغربيه فهي مساند الرسمي للاسبانيا من بعد ما اسبانيا طاحت في هذه الورطه هذه الكارثيه، لان قلبوا على الاخ. والكل كان تيعرف بان الاخ عبوده اللي هو هشام عبوده اللي هو واحد الصحفي نزيه، صحفي وكيعجبك لانه مخلق مربي، ولانه مناضل بالفعل لانه مربي. انا غنقول لكم علاش، لان كيفاش كيفضح النظام الفاسد ديال الجزائر. ولكن راه عكس واحد المناضلين عندنا اللي عندهم القرون، ملي كينوض يناضل ومنين كينوض يتكلم ولا كينوض اللي يحاول يحارب الفساد في كيمشي لنا لاعلى سلطه في البلاد، كيبقى يهاجمها بحال واحد المناضلين عندنا تيقول لك بانه مناضل. انا ما عرفتش بان هادو كيفاش مناضلين، للاسف يكونوا بحال هذا النوع كهما مناضلين للاسف. علاش؟ لان المناضل ما كيكونش هكا. المناضل ملي كيكون مناضل ديال بصح راه من طبيعه الحال لان كيتكلم على شي حاجه واقعه، شي حاجه لانها ديال ديال البلاد، خاصنا ننتقد مثلا مسؤولين يبقى معنا في البلاد، ماشي لانه واحد كيمشي لدوله اخرى وتيبدا يسب ويقذف في جلاله الملك وكيبدا يقذف في مؤسسات. هذا ليس لان بنضال، هادو خصهم اقصى العقوبه. اذا خونا هشام عبوده واحد الصحفي معروف، يعني وقع له نزاعات وماشي غير نزاعات وقع له. هذا الشخص هذا فهو فضح النظام الفاسد ديال الجزائر. حاولت الجزائر تجند اشخاص من اجل لانهم يتم الاغتيال ديال هشام عبوده. مؤخرا قاموا بالاغتيال ديالو، والاغتيال ديالو غير هو الاخوان، لان ربما ما كانش لا تجد او المخابرات المغربيه اللي بالفعل نقدوا الموقف، فكانت ربما غادي توقع له مسكين كارثه، كانت غادي توقع له كارثه ديال بصح. ولان اليوم الحمد لله فهو رجع، هذا اللي كيوصلنا والخبر اللي كيوصلنا حاليا، فهو الحمد لله والشكر لله لان رجع يعني لاسبانيا هو سالم غانم. لان من بعد ما كان الشخص هربوا به واحد الاشخاص واللي هما من الجنسيه اسبانيه. علاش هاد الناس هادو حاولوا يستغلوا الجنسيه الاسبانيه؟ علاش؟ لان خصكم تعرفوا لانه باش ما يتفضحوش، باش هاد الاشخاص هادو، باش اخوتي المغاربه، لانهم باش ما يتفضحوش بانهم هما اللي كانوا ناويين لانهم باش يحاولوا يغتلوا هاد الشخص او يديروا له اغتيال. حاليا لكل المغاربه داخل وخارج ارض الوطن كيعرفوا بان الاخ عبوده فهو واحد الشخص مناضل وكيفضح الفساد، يعني كيفضح الفساد ديال هاد الاشخاص اللي حاليا كتعرفوهم بانهم ديال الدوله ديالهم. ناضوا ناس وداروا وقفات عليه، يعني داروا وقفات عليه وكل شيء كيتكلم بان الصحفي النزيه، الصحفي ولد الشعب، لان علاش يتعرض لهاد الكارثه اللي هو ولد الشعب كما قلت لكم الجزائري. من بعد غادي تبين بان الاخ من بعد ما حدوا المكان اللي كيتواجد فيه غادي يلقاوه، لانه في واحد الغابه، وهذا الشيء على حسب الخبر اللي وصلتنا. ودابا حاليا الاخ هشام عبوده اول تصريح غادي يكون ليه
قريبا غادي نشوفوا اول تصريح للاخ هشام عبوده، لانه من بعد اخوتي المغاربه ما تم الاغتيال ديالو، ولكن كان الاغتيال فاشل. الاغتيال كان فاشل، او لان اخوتي المغاربه كان اكثر من فاشل، ماشي غير فاشل بالنسبه للدوله الكرغوليه، لانهم اخوتي طاحوا في واحد الورطه، لانهم على العالم كامل، لان كانوا في امكانهم هاد الناس، لانه كان في امكانهم كانوا غيغتسلوا او يديروا له او ربما يصفيوها ليه عن طريقه اخواني اخواتي الاعزاء، لانهم اشخاص جزائريين، ولكن اضطروا لانهم باش ما يقوموش باشخاص جزائريين، لان باش ما تفرش القضيه عندهم، باش ما تفرش اخوتي المغاربه، لانهم هؤلاء الاشخاص راهم حاولوا لانهم يغتلوا الاخ هشام عبوده، ولكن اسبانيا عاقت بهم، اسبانيا عاقت بهم بانهم هما من وراء هذه الكارثه كامله، هما الجزائر، لان من بعد ما ناض وكيفضح فيهم حاولوا ما امكن لان اخوتي المغاربه يرتكبوا في هذا الجرم هذا الخطير اخواني اخواتي. وكنتمنى لان هذا الاخ هشام هو راه غيخرج وغيصرح بهذا الشيء، لانه هو ضد النظام الكبرانات. حاليا راه تم العثور عليه، غير هو الحاله الصحيه ديالو مدهوره على ما يرجع، لان الصحفي المحامي ديالو كان خرج وتكلم مع المغاربه واكد لهم واكد للجميع العالم، قال لهم بان اكيد راه الاخ هشام عبوده فرا الحاله الصحيه ديالو مدهوره، ولكن غادي يخرج للاعلام ربما غدا او ربما اليوم، غادي تكون عنده واحد الندوه صحفيه واللي غيقوم بها الاخ هشام عبوده، والاشخاص والمحامي ديالو حتى هو غادي يكون يعني معاه، وغادي يوضحوا جميع كيفاش وقع له. انا كنتمنى لان الكل يتعاطف مع هذا الشخص هذا. علاش؟ اول حاجه النضال، وانسان مخلق ما كيسب لا تبون، ما كيسبش القريحه، غير بالكلام مرضهم، غير بالكلام حمقهم. هذا السيد لان اخوتي برافو عليه، وكنقولها من هذا المنبر هذا برافو برافو عليه، لان صراحه باش نكون صريح معكم الخوت برافو عليه، لان انسان مثقف وزمت الكبرانات، حتى ولاو الكبرانات باغيين يصفيوها ليه كاع في خطره. اذا حنا اليوم كنشوفوا بان برافو على المخابرات المغربيه واللي قامت يعني بمساعده الاسبان من اجل العثور او تم تحديد يعني المكان اللي كان مختطف فيه، وهذا الشيء اللي كاين اخوتي. وشكر للمغاربه، شكر للاجيد، شكر للمخابرات المغربيه، لانهم هما السبب تقريبا السند الرئيسي لان باش يتم العثور على هشام عبوده. فهذا الشيء اللي كاين اخوتي، وشكرا لكم بزاف، وكنتمنى من الجميع تخليوا الاراء ديالكم في قضيه الاخ هشام عبوده. مع السلامه، الى اللقاء.